اهلا بيكم في حلقه جديده من يور فيفورت شو وضعنا شو. بقالي كتير ما قلتش الحوار ده، ممكن قبل ما الفيديو يبتدي تروحوا تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو ده. احنا اتخلقنا في الدنيا دي ولاد وبنات عشان نتعرف على بعض، نقرب من بعض، نتجوز، نتكاثر، نعمر الارض. الانسان البدائي كان بيشوف اي واحده عجباه في الغابه بيروح يتجوزها على طول. مع مرور الوقت وتقدم الانسان عمليه التكاثر دي بقت كومبليكيتد اكتر، بقى في جواز وشبكه وخطوبه وويدنج بلانر، وطبعا قبل كل ده بقى في فكره الديت. والديت ده بيبقى عباره عن اتنين المفروض ان هم بينزلوا مع بعض، يتعرفوا على بعض، يفهموا بعض اكتر، يعرفوا اذا كانوا هم متطابقين لبعض ولا لا. زي ما اتكلمنا قبل كده ان الفتره الاخيره انتشرت ديتنج شوز كتير، منها السبيد ديتنج شو اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. انا بحب البرامج دي، بقعد اتفرج على اتنين كده بيحاولوا يتعرفوا على بعض وبقول الحمد لله مش حياتي. حبيت جدا سلسله السبيد ديتنج شو اللي عملنا منها فيديوهين وهنعمل عنها تاني، بس احنا المره دي هنتكلم عن برنامج جديد شويه. هو مش سبيد ديتنج شو، هو بلايند ديت شو، بمعنى ان الاتنين اللي قاعدين مع بعض مش شايفين بعض، يبقى الحكم اكتر على الدماغ وطريقه التفكير. المهم احنا النهارده هنتفرج على حلقه من الحلقات دي. انا بصراحه ما تكبدتش عناء ان انا ادور على اي حاجه او اعمل ريسيرش مثلا. انا هتفرج على اخر حلقه عادي جدا، هبقى السيرد ويل بتاع كل مره، اللي قاعد يتفرج على اتنين قاعدين في كافيه او مطعم بيحاولوا يشقطوا بعض او يتعرفوا على بعض وانا قاعد بتجادج. انت جود بوي ولا باد بوي؟ باد بوي جدا. باد بوي؟ طب الحلقه خلصت. احنا ليه دخلنا على الديت نص كده مره واحده؟ موضوع غريب، ايه اللبس اللي هم لابسينه وليه في اتنين قاعدين الناحيه التانيه؟ ما علينا، يعني دي المفروض ان هي حته تشويقيه، يعني هنعرف منها ايه اللي هيحصل بعد كده قدام. ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. بلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. بعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي، وفي الاخر قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين هيقرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لا. ومن قبل ما يبتدي كده، مش عارف ليه حاسس ان البنت على الشمال دي شكلها شرير. البصه دي مش طبيعيه، بصه حامه كده راح تعمل مصيبه. من الحاجات اللي المميزه في الشو ده الاكل اللي بيقدموه دايما يعني مش تقليدي. يعني الكوبايه دي مثلا تفهمش ايه ده اللي فيها، تحسه فايرال كورد مثلا. في الافلام خيال علمي بيحطوا المخ الاعصاب في كونتينر كده. هاي هاي، ازيك؟ متوترة؟ لا مش متوتره، انت ترتجفي. طب جاهزة؟ جاهز جاهز دايما. اوعى الواد الجاهز دايما ده. انت كنترولينج بقى ومقفل وكده ولا ايه؟ يعني سكيل 1 to 10 مثلا 7. مقفل يعني 7 ولا ايه؟ انت في الكنترول ايه؟ الليفل بتاعك ايه؟ ثم بيتكلموا عن السوشيال ستاتس، الفات، الماسل، الكنترول بتاعك ايه نظامه؟ حاسس ان هي حاجه نسبيه. يعني ما على حسب برضه دماغك عامله ازاي. ما انا ممكن يكون بالنسبه لي انا مش مقفل، انا بالنسبه لي بالظبط. طبيعي. انت ايه طبيعي؟ انت اللي اساليني. كل حاجة يعني مفتحة. كل حاجه يعني مفتحه؟ يعني ايه؟ انت عندك خبره واكسبيرينس وكده ولا ايه النظام؟ شوية يعني، شوية كتير. قوي ولا نص نص؟ ايه؟ اوي. عندي خبره في ايه يعني؟ مش فاهم. مين دي يا جماعه؟ وانت برج الايه؟ انا عذراء. لا. انت عندك مشكله معاهم؟ لا ما تقفلوش على الواحده يعني، عدها له. دي بقى الاكلات اللي هي ايه؟ كاترس سالمون سالاد. اتفضل يا فندم 1000 جنيه. بحس ان الشو ده التارجت اودينس بتاعه ايه كلاس في الاغلب. طبيعي ان هم يجيبوا اكلات زي كده يعني، بس نفسي في مره يعني يروحوا اكستريم كده، مثلا يجيبوا ممبار او كرشه. ما عنديش مانع لو جابوها حتى وكتبوها رايز بولز، بس يعملوا حاجه جديده يعني. تدي نفسك كام من 10 في التوكسيسيتي؟ 10. هي ليه بتقولها وهي براود كده 10؟ بنت ما شاء الله عليها مقفله التوكسيسيتي، جايبه الدرجه النهائيه. بالنسبه لك التوكسيسيتي ايه؟ توكسيسيتي كل حاجة ليها علاقة بالكنترولينج. يعني لو انا مثلا في لبس مش عاجبني قلت لك لا ما تنزليش كده، مستحيل. انا لو هلبس حاجة مثلا مش عاجباك كده هلبسها برضه. انا حاسس ان البنت هي راح تتخانق يعني، مش حاسس ان عندها برنسبلز قوي يعني. اللبس لا، ده انا البس اللي انا عايزاه. توكسيسيتي دي 10 من 10 في توكسيسيتي. عندك مشكله؟ تعالى نتخانق. يعني ايه اصلا ما تنزليش؟ شخصيتك ايه التوكسيك اللي فيها؟ يعني ايه اللي هيخنقني؟ عادي بعلي صوتي، يعني ممكن ازعقلك قدام الناس. مين بيقول كده يعني؟ مين بيقول كده في فيرست ديت؟ مين بيقول كده لحد اول مره يشوفه؟ ازيك عامل ايه؟ والله الريد فلاجز اللي عندي حاجات بسيطه يعني. ساعات بتعصب مثلا، ساعات بزعق بشتم، ساعات بقوم امد ايدي، حاجات يعني عادي سهله يعني. في حاجات تانية توكسيك. مش موافقه مثلا ان انت يكون عندك صحاب بنات بس انا يكون عندي صحاب ولاد عادي. ده في شرع مين ده بقى؟ انا ليه اول مره اشوف بنت شرقيه هي عايزه يبقى عندها صحاب ولاد عادي، بس هو ما يبقاش عنده صحاب، تعلي صوتها ما شاء الله وعايز تلبس اللي هي عايزاه براحتها. عشان الانتنشنز بتاعتي لاي ولد صحاب عادي.
طالما كده تمام يعني. انا افتكرتها حاجه تانية. ممكن اقعد في القهوه لحد الساعه 4 5 6 7 الصبح. 5 6 7 8 9 10 11 12 الصبح عادي، قاعده مع الرجاله في القهوه. ايه عندك مشكله ولا ايه؟ قاعدين مع الرجاله بنشيش وبنلعب طاوله، كل 5 دقايق تتصل بيها تقول لي هترجع امتى. ما هو انت برضه مش تنزلي تشربي شيشه على قهوه؟ لا انا عادي ممكن. متعلمه ولا ايه؟ عادي يعني مش شرط، ممكن انزل اشرب شاي مع الشباب والبنات. ايه كل يوم رايحه فين جايه منين؟ مصروف البيت وبديهولك، انت تقول لي بقى رايحه فين وجايه منين؟ الواحد عايز ينزل يشرب حجرين مع الشباب. في قهوه في المعادي عادي انزلي فيها بقى، دي برضه عادي بقى عليها بنات، بس مش تنزلي تقعدي في قهوه مثلا في في حته مصر الجديد في ميدان الحجاز. القهوجي اللي هناك عارف دماغي، عارف الحجر بتاعي بيترص ازاي، مالكش دعوه. هو ايه اللي انزل اقعدها في الميعاد؟ انا دماغي في الحجاز. مثلا لو قريبك معدي لقاكي منزله شيشه وبتشربي شيشه هيبقى وضعك ايه؟ اقول له تعالى اتفضل، تعالى اشرب شاي. انا بقى لو زعقت لك قدام الناس عايزه اشوف السيناريو كده، عايزاك تحكي لي السيناريو. احكي لي بقى لو هزقتك في نص الشارع كده هتعمل ايه؟ هو ليه الديتنج اتغير قوي عن زمان؟ ليه في ولد ممكن يتحط في الموقف ده ان هو ينزل ديت مع بنت تساله لو هزقتك هتعمل ايه؟ لو عليت صوتي عليك ايه رايك؟ اخدك من ايدك واوديكي هناك واكلم حمايه هينزل اقول له خدها عشان ما اقتلهاش. والله الواد ده محترم وابن ناس ومتربي 3 مرات. قلت فجاه حياتنا كده. في ناس كتير قوي عايزه توصل للحته دي. مع مين؟ معاك؟ طبعا. لا 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 لا. هو ليه واثق من نفسه؟ ايه التوكسيك تريتس بتاعتك؟ يعني مش مهم تعرفي ايه التوكسيك تريتس مقارنه بيكي ولا حاجه. يعني هتلاقيه مثلا يشرب ايكوس. يعني مثلا احنا بنظبط لو بعلقك بيا وبجري وانا مش بجري، انا مين ليكي قالك خير. اصلا انا هكون مستنياك تيجي تاني؟ ما هو انت بتقولي كده دلوقتي، بس لما تعرفيني اكتر هتستنيني. هو الولد محترم وكل حاجه، بس يعني بس ان هو واثق من نفسه سنه زياده اوفر. بس بما انك انت بقى خبره، كنت في سيتويشن شيب قبل كده؟ لا مش بحسبهم. يعني ايه مش بحسبهم؟ لا يعني بس مش بحسبهم، فلا يعني الاجابه في الاخر لا. انت عايز ايه دلوقتي؟ بس عايز اقول حاجه، هو انا ما اعرفش ايه السيتويشن شيب دي يا جماعه. هي مش كانت اسمها ريليشن شيب باين؟ A situationship is a casual, undefined, commitment-free relationship. If that's what you're looking for at the moment, it can give you a chance to enjoy the benefits of a relationship without expending too much emotional energy. بتستعبطوا يعني، ما تقولوا بتستعبطوا. ما الكلام ده بقى هو اللي بوظ الدنيا. اي حاجه غلط بقى بنعملها بنطلع لها مصطلح بالانجلش فبتبقى تمام عادي. situationship بقى commitment issues. طب انت بالنسبه لك الولد التوكسيك ده ايه؟ انه يكون كنترول فريك. طب انت عماله تقولي كنترولينج، انت بقى ايه؟ كنترولينج قوي. ايه ده؟ ايه؟ هي البنت دي مثلا بتكره نفسها، تدور على الناس اللي مش شبهها، او شايفه نفسها فيها عيوب تدور على حد يصلحها مثلا. مش فاهم، مثلا في حاجه غلط يعني. هي بتتريق، هو يا اما هي كاركتر يا اما هي جايه مش طايقه الديت. يعني عارف لما تبقى نازل ديت مش طايقه خلاص اتدبست فيه فبتطفش بقى اللي قدامك، اللي هو والله انا بشتم وبسب وبضرب وباكل مال اليتيم، تقعد بقى تكره اللي قدامك فيك. لا انا تمام انت مش تمام، فاهم قصدي؟ مثلا ممسوك عليا زله ليكوا عندي فلوس، ما هو عايز ايه؟ لا كده هيبقى لينا عندك فلوس يعني. كده انا بتكلم في نقطه ثانيه. هتسلفوني انت يعني. ركز بقى فاهم في شغلك وكده وبتدينا فلوس وكده، وانا بقى ابدا اسيطر. بس انت تروح تشتغل تجيب لنا فلوس، اهزقك اعلي صوتي عليك اتحكم فيك، اخد انا الفلوس دي انزل اقعد بيها في القهوه في الحجاز مع اصحابي الولاد، نشيش ونشرب شاي، ارجع البيت تحضر لي الغدا، تحضر لي الحمام بتاعي وتخرس. ممكن تخرس. مفيش ريد فلاج يا جماعه. مفيش اي حاجه نقولها. هي محتاجه ريد فلاج، مش اللي هو ده، محتاجه ريد فلاج اللي هو ده كده. انت مثلا داخله مكان عادي انت واصحابي فجاه لقيتيني قاعد مع واحده انت ما تعرفهاش، احنا الاثنين قاعدين بنتكلم، مش هعمل حاجه، مش هتخانق معاك، مش هجيبها من شعرها مثلا. هو ايه الليفل اللي احنا بنتكلم فيه انا ده؟ بقول بس لو احنا دلوقتي اهو مع بعض وانت خلاص بقى جبت اخرك، هتمشي بقى ازاي؟ هبطل اعمل حاجات كيوت. هبطل اعمل حاجات كيوت يعني، دي اخطر حاجه ممكن اعملها. هبطل اعمل لك لايك على صورك. انت قاسي قوي يا عمر. الواد ده محترم والله، ليه تظلموه كده وتجيبوه مع حد مش شبهه خالص؟ قلل الكلام، فانت تحس لو انت في حاجه غلط فهتيجي يعني تتكلم معايا. انت مش قد كلامك، دي وحشه قوي. انت كده مش انت كده توكسيك. انت توكسيك، انت عيل توكسيك. يلا نقلب الترابيزه. ايه ازاي تبطل تعمل حاجات كيوت؟ انت دلوقتي عايزاني اجي افركش معاكي ازاي؟ تعالى قول لي مثلا انا عيل صغير، انا عيل صغير ما اتربيتش، ما شفتش تربيه، انا قليل الاصل يا ستي، سيبيني في حالي. تقول لي انا عيل صغير مش هعرف اكمل معاكي عشان انا عيل صغير، واديت كلمتي مثلا لباباكي ومامتك وانا عيل صغير. انا رضيع. انت كده ماسكه علينا زله. لو انت اللي هتيجي تسيبيني هتيجي تسيبيني ازاي؟ ما عندكيش بقى انا عيله ومش قد وانا كلمتي. مش هقدر اكمل معاك. انت توكسيك، انت عيل توكسيك. هي ليه مطبقه على مين جيرلز مثلا؟ انت خاين، في اتيتيود كده مش مفهوم ايه سببه. انت بتاع حفلات وانا مش هقدر اكمل معاك.
هي دي على طول اول حاجه بتيجي في بالي. كنترولينج وانا مش هقدر اكمل معاك. هي ليه بتقول الحاجات اللي فيها يعني؟ اعتقد هي اللي هتطلع هي بتاعت حفلات وهي الكنترولينج. ايه اصلا انا بعد ما اقول الجمله دي هلاقيك مثلا شهيد بقى، اللي هو خليني بقى ارجع. اكيد بحلم. ماشي. هي اكيد يا بتهزر، هي طفله او حاجه او صغنونه يعني مثلا 20 سنه مش اكتر من 20 سنه اتمنى. ان سيركل هيلعبونا لعبه، هيقولوا لنا مواقف واحنا نقرر دي توكسيك ولا لا. واحده كل حياتها عباره عن فيس تايم مع صاحبها. انت في الشغل تفتح فيس تايم، في الجيم تفتح فيس تايم، في الحمام وريني وانت بتعمل حمام. حاجه في منتهى القرف. وليه زي ما كنت سامعني وانا بقول في الحمام. محدش يستحمل كده. لا بس انا حاسه ان دي أبداً. حاجه عاديه على فكره. هو ايه اللي عادي؟ حاسه ان انا عايزه اشوفك كده وانت يعني في انا اكون الجيم. قاعد دلوقتي مع اهلي او قاعد في شغلي. ما هم اهلي انا كمان برضو. حاسس ان البنت دي بترخم يعني ما عندهاش بوينت بتتكلم عنها، بس اللي هو انا شوف انت الرخامه فين وانا هرخم عليك، معترض على ايه وانا هوافق عليه، شوف انت موافق عليه وانا هعترض عليه. خليني انا اسالك بقى سؤال. الولد اللي دايما يقول لك صوري لي نفسك وانت نازله، يعني وريني شكلك النهارده قبل ما تروحي اي حته. طب ما انت كيوت اهو. ارد بقى. يا ريت، ما انا بكلمك انت. شعره. لا انت عندك شيزوفرينيا فعلا او مش عارف باي بولر او مرض جديد مش مفهوم، او بترخمي، انت شكلك بترخمي يعني. لقيتي الاجابه هتعجب الواد وهترضيه، فلا ازاي؟ مش موافقه طبعا. ليه اصور نفسي اصلا؟ ترضي ان انا مثلا ابقى بلبسك بيكيني معايا انا بس؟ طالما انا موجود في بيكيني، انا مش موجود مفيش داعي، مفيش بحر البس اصلا. ايه؟ هو طموحه ان هي يعني تلبس براحتها بس تبقى معاه، دي طموحاته يعني، دي اماله. بس لو انت مش موجود وعايزه انزل البحر أيوة. وبول مفيش كده. بحر اصلا، مفيش بحر وبول يعني غير انا موجود. انا بلبس بيكيني مع مامتي وبابايا والدنيا. مامتي وبابايا والدنيا واصحابي، بلبس بيكيني وانا على القهوه في الحجاز بنروح نشيش انا واصحابي بالبيكيني. ده انت ايه ده يا عمر؟ ده انت قفل يا جدع، قفل. مش معقول البت مش عارفه تتنفس. في وان بيس اثر One معانا في Piece. ايه؟ غريب قوي الون بيس ده. ايه الوان بيس ده يا عمر؟ ايه ده؟ ايه الوان بيس ده يا عمر؟ انت ايه الفلح ده يا عمر؟ مش معقول يا راجل، خنقت البت. بس انا حاساه متحكم بالزياده. اتفق معاكي يا دانيا، حكم زياده اوفر يعني. خنيق عمر ده مش طبيعي. انا إحنا حوار في حاجات البيكيني كتير قوي مؤثر محتاجين في نشتغل نفسيتي عليه جداً يعني عامةً عادي. حوار البيكيني ده فعلا لما الواحد مش بيلبسه كده مثلا مرتين في الاسبوع 3 بيأثر في النفسيه جامد يعني. كلميني بقى شويه عن اللايف ستايل بتاعك، بتعملي ايه في يوم؟ بصحى الصبح اتخانق مع الناس في الشارع، ازعق، اعلي صوتي، البس البيكيني، انزل القهوه اشيش مع الرجاله، اروح حفلات بالليل، اسهر ل 6 7 8 9 10 الصبح. إيه انت مالك بتسالني ليه؟ ممكن جيم، بعدين بقى صحاب بقى كتير، بعدين بقى اكيد في حفله. انت ايه يعني؟ وبتتمرني امتى؟ لا استني بس، انا لسه ما خلصتش اسئلتي. بتتمرني امتى؟ في اوقات عامه بتمرن 12 بالليل. طبعا ده بنات بس صح؟ لا مين هيمرني؟ بنت؟ لا شاب بعضلات. رسمت سين بيمرني شاب عضلات، مش شاب عادي، لا شاب بعضلات، عرق وبعروق بيمرني. ننزل يومين في الاسبوع. انا قلت يوم ننزل، أنا قلت اليوم ده ثلاثة. هننزل هنتخانق فيه، واليوم التاني نتصالح فيه بس. بص هو جدول كده، حد بنخرج، 3 بنتخانق، الخميس بنتصالح. النظام في نظام، التكسكه بنظام. انا 10 من 10 في توكسيستي لسبب انا دكتوراه في التكسكه. انك فتش مشاكل، تحبي المشاكل، تحبي الاكشن اه. عشان تتبسط مثلا. احنا هننزل اول الخروجه ابتسامات مش عارفه ايه، نبدا الخناقه، روحني مش عارفه ايه، تاني يوم خناقه على طول. روحني عشان روحني يا عمر. ننزل عشان نتبسط. بقول لك كل يوم في حفله، انا مش فاضيه امسك ايد حد اصلا. هو ايه اللي كل يوم في حفله؟ بس انت كل يوم في مثلا حاجه مهمه بتعمليها. انا مش فاضي والله، عندي حفله مهمه لازم اروح احضرها. مشوار للحفله وراجعه من الحفله. بتتعب قوي البنت دي برضه، اليوم بتروح حفله، ترجع من حفله، تلبس بيكيني، تنزل تشيش مع الشباب، حاجه صعبه برضه. انت بتقولي لي ان كل يوم حفلات، فين يعني؟ ايه المكان اللي في مصر اللي فيه كل يوم حفله؟ في الساحل. ما هو الساحل ده من شهر 7 ل 9، بقيت شهور ما السنه انا من شهر بتعمل 7 ل 9 كل يوم حفله. إيه؟ طيب ما احنا عندنا من 10 ل 6. من 10 ل 6 على القهوه في الحجاز مع الشباب. بما انك انت شخص عايز يبقى معايا فيس تايم 24 ساعه وده مش متاح، هنتكلم ازاي؟ تكستنج مثلا بالنسبه لك وضعه ايه؟ ما قلت لك بقى البت كل يوم حفله، من 6 ل 7 في الساحل ومن 7 ل 8 في هتكست امتى؟ البت بنت شقيانه تعبانه. يعني انا مش هبقى فاضيه اتكستي برضه. انت اكتر حاجه قلتيها النهارده انا حبيتك عليها، علاقتنا هتنجح. كنت ما تنجح انت هتحور، مفيش حاجه واحده متوافقين فيها. الديت ده مفيهوش حاجه واحده، مفيهوش حسنه واحده. طب بتحبي تسافري؟ بحب اسافر الصراحه. فين؟ جونه وساحل. ساحل وجونه والساحل دي حياتي. لو طلعت بره الجونه والساحل ببقى عامله زي السمكه كده اللي بتطلع من الميه. طب هنيجي لنقطه تانية برضو مهمه، انت بتحبي تنامي على الجنب اليمين ولا الجنب الشمال؟ دي بقى اللي تفرق بقى، دي عارف بقى لو دي ظبطت تمحي كل الحاجات اللي فاتت. انا بنام في النص. هي عايزه تقول له اي اجابه تضايقه. انا بعرف اغني. طب غني كده. ماشي. ماشي
ماشي. انا مش مبينه له انا ناويه له على ايه، ساكته ومستحلفه له مش قايله له ساكته ليه. ماشي يعني. انت عارف ربنا لما بياخد من حد حاجه بيعوضه بحاجه تانية. واخد بالك من الليركس ولا ايه؟ انا مش مبينه له. بتحاول تبوظ برضو اللي هي عملته، يعني هي غنت حلو لا لا، بص بقى، انا بشتمك في الليركس اصلا. ممكن تكوني ناوي انك انت توقعيني في حبك واتجوزك. يعني انا ماشي. ممكن اخدها بطريقه كتير. ماشي، ممكن مش ناخدها. لاقي، فاهمه؟ عشان ماشي. خدي قلبي كله. طب والله البنت شكلها كيوت، بس يعني انا مش فاهم هي ليه بترخم. ايه ده بقى؟ ايه الوليمه دي؟ فجاه الموضوع قلب مائده رحمن. دول لبسوا اكياس ورز، وايه ده؟ في ايه؟ نزل لي شريمب وكراب وسكويد. وانت؟ نزل لي شريمبس وماسلز واوكتوبس. اول مره احس اني عايز اروح البرنامج ده دلوقتي. سبايسي، بتحبي السبايسي؟ لا مش بحب السبايسي. لا مش بحب السبايسي. ماشي. انا ههتم بيك اهتمام حلو. ماشي خطير. طعمه حلو. حلو. دوقيني انت بقى من عندك بقى، فين طب الذوق ما- اللي احنا اتفقنا عليه؟ طب ماشي الذوق صح. عارفه ده لو انا والله كنت هفصصها واديها لك. والله انت ست بيت خالص عشان افصص انت كتير يا والجو عمر. ده. ابقى ذوق لغايه الاخر برضه عشان والله انت كتير. امسكي بس امسكي. ايه ده؟ والله كتير يا والله عمر. العظيم انت لذيذ موت. امسكي. يا عم بقى انت كفايه بقى. خطير يا جماعه، عمال ياكلني يا جماعه. يا عم مش كفايه طبيعي بقى. بس. كفايه بقى، انت كده هتوقعني انا في حبك. انت عندك مشاكل مع البوي بس فريندز؟ الكلام اللي يزعل واحنا بناكل واحنا مبسوطين ده. عندي مشاكل. ازاي؟ دول متربيين معايا. دي بقى بقى البوي بيست فريند والجيرل بيست فريند، وده عارفني قبلك وده متربي معاه. يعني ايه متربي معاه؟ عمري ما شفت ولد وبنت متربيين مع بعض غير في الافلام. منى زكي واحمد السقا، تيمور شفيقة مثلا. اسطوره الولد والبنت المتربيين مع بعض دي مش موجوده. تبقى عارفاها مثلا بقى لها سنتين، دي اطول علاقه في حياتها، وبيبقى في الاغلب مثلا استبن متعلق احتياطي، عشان كده بقى له سنتين عارفها. فهتقول لك بقى احنا متربيين مع بعض. متربيين مع بعض ايه؟ ايه علاقتك باهلك؟ لا علاقتي باهلي كويسه قوي، يعني ممكن نبقى قاعدين في ديت فجاه تلاقي حد من عيلتي داخل. انا دلوقتي مرتاحه اكتر الصراحه. عمر مفيش طلوع ونزول مع بنات خالص، الكلام ده مش مظبوط اصلا، ما مش هقول ينفعش. لك ساعات ممكن نسافر صد رد في نفس اليوم. ولا صد ولا رد، مفيش يا حبيبي الكلام ده. انا بس عندي تعليق. هي جايبه معاهم مامتها ديت ليه؟ بعدين هو ازاي مش عارف يفرق بين اصواتهم؟ يعني فجاه الصوت بقى رقيق شويه. سامعني كويس؟ ايوه سامع. انت من الناس اللماحه وذكيه وبتركز كويس قوي بجد. بنت ومامتها ما شاء الله يعني نفس التان. يا الحمد لله على السلامه. بتحب تسافر فين؟ بتحب تسافر الساحل طبعا، جونه، نفسها تسافر طبعا حتت تانية كتير بس انا مش موافقه لسه. وليه مامتها موافقه ان هي تسافر الساحل والجونه بس مش موافقه ان هي تسافر حته ثانيه؟ يعني هل مثلا الساحل والجونه امان يعني، ولا اي حته ثانيه غير الساحل والجونه مش نفس الطبقه الاجتماعيه فمامتها بتخاف يعني؟ انت بتحب تروح فين؟ إيه الاماكن اللي بتحب تخرج فيها؟ احكي لي شويه عن اللايف ستايل بتاعتك. تمرين، شغل، سهر، خروج. سهر. ايوه ركز بقى على السهر ده. بتسهر فين بقى يا أيوة. عمر؟ خبوتشي بقى ولا ايه؟ لا لازم تقول بسرعه عشان ساعات احب خبوط. احافظ على بنتي. لا ساعات خبوط. بحب احافظ على بنتي ايه؟ حضرتك بنتك بتقول لك كل يوم بروح حفلات، مش ابننا عمر اللي هيبوظها. بعدين هي لو بتفهمك انها ما بتروحش خبوطي هي بتحور. لا بص هقول لك حاجه بقى. بص خبوتي هخبطكم انتوا الاثنين، مفيش خبوتي خالص. بطلناها بقى. ايوه بطلنا. بنت تانية احنا قلنا خبوتي ممنوع، حفلات ماشي، ساحل جونه تمام، بس كله الا خبوتي. عمر نعم. انت شايف نفسك يا حبيبي انت جود بوي ولا باد بوي؟ باد بوي جدا. باد بوي ايه يا عم؟ ده انا اللي باد بوي، والله انا اللي باد بوي. انت ايه التايب بتاعك في البنات؟ مش تايب معين قوي يعني. يعني اعتقد ان هو التايب بتاعه مش البنات اللي بتعلي صوتها يعني على الرجاله، يعني اعتقد يعني. طب تفتكر هننزل مع بعض ديت تاني؟ يس ايه انت بتحب تتعذب يا ابني؟ هاي. هاي. توقعتي بقى العذراء نو. اللي هو اسمه عمر ده؟ هو ليه امور؟ هو ليه طلع امور؟ شخصيته مش عرفتي ليه واثق في نفسي؟ اه قلت لك اصبري الاخر هتشوف. يا خطير. عايز امشي، حاسس ان عايز امشي، عايز اخلص الفيديو ده اوقفه. يعني ربنا يخليكم لبعض ويحرمكم مني. صوت مامي بس شبهي شويه. 2 3 حاولت ابص على الايد ما ظبطتش معايا. اعتقد كفايه لحد كده. ديت رائع، اديله 0 من 10. اتمنى في الاخر ان البنات ترجع لرشدها وعقلها، ترجع تفتح الدولاب كده تشوف، تفتكر كده الوان بيس. انا مش عارف يعني، مش عارف دي شخصيتها الحقيقيه ولا هي صغيره. يعني هي يا اما متدلعه وصغنونه لسه، يا اما بتهزر ترخم يعني بتنكش الواد. في الاخر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في فيديو تاني جديد قريب، و باي باي. ماشي.